الصمت في حرم الجمال جمال، الصمت في حرم الجمال. المنتخب المغربي اسود الاطلس. تيك تاكا ما بعرف، سكت الكلام، سكت الكلام. انت عم تحضر نسخه استثنائيه، انت عم تحضر منتخب استثنائي ببطوله باريس 2024 الاولمبياد. اللي ما عم يتابع المنتخب المغربي بالاولمبياد فاتك كثير، بحب لك فاتك كثير. اليوم كان عم يضرب، ما بعرف، عم يضرب المنتخب الامريكي، عم يسحق المنتخب، كان عم يضرب، يسحق، يدمر، يبهدل، مسح فيه الارض رايح جاي للمنتخب الامريكي. المنتخب المغربي اسود الاطلس اليوم كان عم يتفوق ويدمر ويفجر ويسحق ويمحق ويبهدل المنتخب الامريكي باربع اهداف مقابل لا شيء. لا هدف ولا اثنين ولا ثلاثه، برباعيه، برباعيه. الاربعه توجع، الاربعه ما تنيمك الليل، الاربعه تبهدل. يا ابو اربعه. شو هاد؟ بهدلوهم للامريكان، بهدلوه للمنتخب الامريكي. اسود الاطلس الى نص نهائي باريس، بطوله الى نص نهائي اولمبياد باريس 2024، الى النص نهائي، وان شاء الله الى النهائي والذهب. والله ان كن ذهب، والذهب بده ذهب يا حبيبي. والله المنتخب المغربي عم يقدم لك تيك تاكا جميله، من اروع المنتخبات في اولمبياد باريس 2024، من اروع المنتخبات، اروع منتخب بالبطوله، منتخب استثنائي، تيك تاكا، لعبه سريعه. لا 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 لا, لا متعه. والله مستمتعين فيكم يا اسود الاطلس. برباعيه، برباعيه، ارحمون يعني، حاجتهم كان للثلاثه وخلاص. اصروا على البهدله وياكلوا الاربعه المنتخب الامريكي. ابلع، ابلع، شوب، شوب باولمبياد باريس 2024، شوب المنتخب الامريكي، مسح في الارض. ده احنا بقينا مسخره. مسخره. انا باخر مباراه، اخر 5 دقائق 10 دقائق، المنتخب المغربي صار يتسلى فيهم تسلاي، صار يلعبون ترقيصه، تيك تاكا، يحرقصون برباعيه، برباعيه. والله قاتله. تقيل النتيجه والله. مبسوطين بالفوز، مبسوطين بمنتخب المغرب من القلب. مبروك، مبروك لاسود الاطلس. مبسوطين اكثر، مبسوطين بالفوز، مبسوطين اكثر للنتيجه، ومبسوطين اكثر للرباعيه. يعني نتيجه التاريخ. يا تاريخ. ضربوا المنتخب الارجنتيني وضربوا المنتخب العراقي، واليوم تفوقوا بالربع نهائي على المنتخب الامريكي. من هو الضحيه القادمه في النصف النهائي؟ ننتظر من القلب. بتمنى لاسود الاطلس المنتخب المغربي الذهب، والله غير الذهب ما يزين صدوركم ان شاء الله. ديما مغرب، والف مبروك، مبروك للمنتخب المغربي، مبروك لاسود الاطلس. احضر وتابع هذا المنتخب على مسؤوليتي، والله راح تستمتع. فيهم الخلاصة. هو ليه فوزي لقجع ما يعملش مدرسة ويعلم فن الإدارة لل21 دولة عربية؟ ما هم ال22 يعني، المغرب هي اللي كمالتنا، بس المغرب متقدمة بسنين ضوئية في الرياضة. ليه ما يفتحش مدرسة أو الناس تتعلم عنده فن الإدارة؟ فوزي لقجع ده من أنجح الناس اللي شفتها في حياتي. أنا من وجهة نظري أكتر واحد بحبه هو فوزي لقجع، لأنه ناجح، ليس يعني عمره ما يبقى فاشل. ده نحمد ربنا وربنا يزيده كمان وكمان. فوزي لقجع ده حاجة خارج التوقعات. ألف مبروك للمغرب إنه عندكم كادر زي فوزي لقجع. كل الاحترام والتقدير، أتمنى الدول العربية تتعلم منه. فوزي لقجع واحد بس. منتخب المغرب أول المتأهلين للمربع الذهبي في أولمبياد باريس. المغرب بتفوز على أمريكا 4-0 من غير رحمه. انت بتعرف ان منتخب المغرب ده دلوقتي بقى ظاهره، سواء ناشئين او اولمبي او منتخب كبير. لان المنتخب الكبير السنه اللي فاتت كان في المربع الذهبي في المونديال عادي جدا. منتخب المغرب اللي هو المنتخب العربي طلع مربع ذهبي مونديال بكل سهوله. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو دلوقتي بيلعب في اولمبياد باريس. تحس كده ان هو بيلعب نفسه، اقسم بالله. عارف انت الماتش اللي خسره بتاع اوكرانيا ده؟ الماتش بتاع اوكرانيا ده كان مفيد لمنتخب المغرب، اقسم بالله. انا عايز اقول لك ان هو جه في مصلحتهم. تحس كده ان هو كانهم خدوا بالقلم على وشهم عشان يفوقوا، مش زي الشيبي. طبعا الشيبي خد قلم على وشه ما عرفش يرد، ولكن ومع انه مغربي برضه ما فيش مشكله. ولكن منتخب المغرب خد القلم على وشه يا جدع، بيرد على امريكا ب4. انت عارف يعني ايه يكسب امريكا في اولمبياد باريس 4؟ منتخب امريكا ممكن ما يكونش منتخب قوي جدا، ولكن هو بيلعب في منتخب باريس دلوقتي بقى في المربع الذهبي. وهو منتخب المغرب ماشي بمبدأ اللي بلمحه بمرجحه، سكه ودغري. بيلعب بشويه ناشئين قدام منتخبات متمرسه وبيهنها كرويا، اقسم بالله. كره سلسه، بيلعب كره بسيطه، بيتحكم في النسق بتاع الريتم، بيعمل كل حاجه في الكوره يا جدعان بشويه ناشئين وعليهم
اتنين زي واحد زي اشرف حكيمي وواحد زي سفيان رحيمي، هما الاتنين مش اخوات، هو ده حكيمي وده رحيمي، واخد بالك؟ عشان بس تعرف تفرق بينهم. الاتنين يا جدعان كبار، لعيبه كبار، لكن تحس ان هما فارقين جدا مع العيال الشباب قسما بالله. تحس ان في مسؤوليه، تحس ان هما مدينهم الثقه، تحس ان هما داعمينهم في الفرقه، العيال بيلعبوا بروح مش خايفين. انا دلوقتي مش شايف ان منتخب المغرب سهل جدا ان هو يوصل اقسم بالله للنهائي وينافس على الذهبيه في وسط المنتخبات اللي موجوده دي. يعني تقريبا هو قادر يكسب فرنسا، قادر يكسب الارجنتين، قادر يكسب منتخب اليابان، مع ان منتخب اليابان قوي جدا، ولكن منتخب المغرب لو لعب قدامه ونظم رتمه ولعب لعبه ممكن جدا يكسبه. ايه المشكله؟ يعني انا واثق في منتخب المغرب، مش عايز اقول اكتر ما واثق في منتخب مصر، ولكن منتخب مصر ماتشاته رايحه جايه. انا اتمنى النهارده نكسب باذن الله ونعدي ونوصل برضو المربع الذهبي، عشان يبقى في 2 عرب في المربع الذهبي، واتمنى النهائي يبقى عرب. CAN 2024, la meilleure de l'histoire, demi-finale de Coupe du Monde, 8 victoires lors d'une Coupe du Monde, c'est un record. Première fois de l'histoire que 2 nations africaines se qualifient en demi-finale des JO. En 1 an et demi, le continent africain montre une évolution remarquable. Que cela continue. Effectivement, déjà la demi-finale de la Coupe du Monde des Marocains, à saluer, et bien évidemment, la CAN en Côte d'Ivoire, dont l'organisateur a fini vainqueur, avec un scénario incroyable. Tout ça montre que 2024, c'est pour l'Afrique. Le foot africain a montré beaucoup de choses. Il est important de le dire et c'est important de le faire rappeler. Avec plus de professionnalisme, avec plus de sérieux, plus d'organisation, plus d'ambition, l'Afrique peut aller encore plus loin, même en 2026. Moi, je souhaite que toutes les équipes africaines, dès 2026, soient tous en 8e de finale. À partir de ce moment-là, l'Afrique elle-même va se prendre au sérieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En toute objectivité, rien que l'objectivité. Qui va parler? Qui va s'asseoir à la table de Maroc et dire que je fais le meilleur foot que vous? Il n'y a personne, frère. Il n'y a personne qui peut le tester. Et ils sont forts. Ils sont forts dans tous les côtés, dans tous les domaines. Offensivement, défensivement. Ils sont bons. Voilà, ils sont bons. Ils n'existaient même pas dans le match. Maroc a gagné 4-0 face à l'Amérique. Ils se sont qualifiés en demi-finale de jeu. Je ne sais pas après qui ils vont jouer contre qui. Mais cette équipe de Maroc, c'est très fort. C'est très, très, très fort, les gars. Ouf.